اللي يعرف أسيوط النهاردة لازم يعرف إنها مش بس محافظة في قلب الصعيد، دي حكاية ممتدة من آلاف السنين، من وقت ما كانت عاصمة فرعونية لحد ما بقت قلعة مقاومة في وش الإنجليز، من سقوة الفرعونية لثورة 19. أسيوط دايما كانت في الصف الأول. تعالوا نرجع بالزمن ونشوف إزاي الأرض دي كتبت اسمها بحروف من نار في تاريخ مصر. من آلاف السنين وتحديداً في عصر الفراعنة كان اسمها سقوة، يعني الحارس، وكانت فعلاً حارس لصعيد مصر. أسيوط كانت عاصمة للإقليم ال13، حكامها كانوا شبه فراعنة، عندهم قصور وجيوش ونفوذ، وشهدت حضارات بدائية عظيمة زي حضارة البداري ودير تاسة، وناس شغالة في الزراعة وصناعة الفخار والزيانات من الحلي. وفي عصر الدولة الحديثة لما الهكسوس احتلوا شمال مصر، أسيوط وقفت مع طيبة وقالت لا للغزاة. يعني من زمان الصعيد ما بيقبلش الاحتلال. عدت السنين وجت أيام الاحتلال الإنجليزي، والظلم كان ليه شكل جديد، تسعيرة جبرية على محاصيل الفلاحين. الناس كانت بتجلد وبتهان، وقرى كاملة اتحرقت زي قرية الكوم بعد ما واحد من ولادها اسمه نور الدين بومبا قتل مفتش بريطاني. نور الدين بقى بعدها رمز، الناس كانت بتنسب له كل عملية مقاومة حتى لو هو مش فيها. وفي 1919 أسيوط قالت كلمتها. في 10 مارس بعد اعتقال سعد زغلول، الطلبة والمحاميين والناس خرجت الشارع، مظاهرات سلمية. وفي يوم 18 مارس الدنيا اتقلبت. شباب ديروت وقفوا قطار عليه ضباط إنجليز وقتلوا 8 منهم، بس الرد كان بشع. في 23 مارس الطيارات قصفت أسيوط، مات المئات، بس الرد ما كانش بالصمت. الفلاحين قطعوا خطوط السكك الحديد وحرقوا مخازن التبن بتاعة الإنجليز، والمحاميين نظموا لجان حماية البلد. الصعيد كله كان بيغلي، بس الإنجليز ما سكتوش، قبضوا على 450 شاب وأعدموا 92 وهدموا بيوت ناس بريئة. أسيوط مش مجرد نقطة على الخريطة، دي قصة وطن، شعب وقف متحد، مسلمين ومسيحيين، ضد أكبر قوة احتلال في وقتها. ومن أيام الفراعنة لحد ثورة 19 كانت دايماً في الصفوف الأولى. وكل لما حد يسألك عن الصعيد قوله في حتة اسمها أسيوط، علمت العالم يعني إيه وطن.